هل حان الوقت ان الزمالك يقفل او النادي يلغي بعض الانشطه عنده او بعض الالعاب عنده في العاب الصالات؟ ده وارد جدا يا جماعه، لان النادي حرفيا معهوش فلوس. النادي بيفكر يبيع لعيبه كتير عنده عشان يصرف على باقي اللعيبه التانيه. النادي شايف ان في بعض اللعيبه عقودها عاليه قوي، فاللعيبه ديت نعرضها للبيع، زي ناصر ماهر، زي بيزيرا، زي مش عارف مين ومين، وطبعا البعض التاني فسخ عقده. هنا الزمالك لما يبيع اللعيبه دي كلها، الزمالك هيكمل؟ يعني الزمالك هيبقى موجود بقى في الصورة مربع ذهبي او حتى في الستة الاوائل يا سيدي، او السابع او الثامن حتى؟ الزمالك بدون اللعيبة ديت هيقدم كرة؟ مش هيقدم اي حاجة. لكن اللي في الزمالك حاليا حرب ما بين ممدوح عباس وما بين جون ادوارد. ممدوح عباس قال لهم هدفع فلوس تاني بشرط تمشوا الواد اللي اسمه جون ادوارد ده. جون ادوارد طلع عمل بيان طويل عريض، فرش لهم الملاية، فضحهم كلهم، قال لهم انت عملتم وسويتم وانتوا اللي بوظتوا الدنيا ومش عارف ايه. المهم جون ادوارد والتجربة الجون ادواردية اللي عملوا عليها ضجة كبيرة في طريقها للفشل، وفي طريقها كمان ان جون ادوارد يمشي. بس جون ادوارد اذكى منهم، مستنيهم هم اللي يمشوه او هم اللي يشيلوا الليله وهو ما يشيلهاش. الزمالك لفين؟ اكيد هو من سيء لاسوأ، وده واضح للكل. لكن اعلامهم مش هيتكلم على الكلام ده، هيتكلم عن شويه حاجات تانية. زيزو ضيع الكوره، زيزو مش عارف ايه، ومش هيتكلم عن اي حاجه تانية. نادي بيخرب وهم ولا هنا.